لم يتعدى عمره 36 عاما عندما استلم علي عبد الله صالح رئاسة اليمن. بعد مدة قصيرة من مقتل الرئيس أحمد الغشمي تم انتخابه من قبل مجلس الرئاسة بالإجماع رئيسا للبلاد في عام 78. واصل صالح مشواره السياسي وسط تحديات تحقيق الوحدة اليمنية التي تجسدت في عام 90. بعدها ب4 سنوات وتحديدا في عام 94 شهد اليمن ما يعرف بحرب الانفصال اليمنية، والتي انتصر فيها صالح فيما قتل 7000 شخص. حكم علي عبد الله صالح اليمن بقبضة حديدية إلى غاية يناير من العام 2011، ووسط حراك الشارع العربي شهدت صنعاء مظاهرات حاشدة مطالبة برحيله، الأمر الذي رفضه في البداية بعد أن قام رجاله برمي المتظاهرين بالرصاص. في خضم الأزمة المتصاعدة أصيب علي عبد الله صالح في هجوم مسلح على القصر الرئاسي، ما استدعى نقله إلى المملكة العربية السعودية للعلاج. بعد 3 أشهر ظهر مجددا في حوار بعد إصابته، وقد بدا متغير الشكل والملامح. عاد إلى اليمن، وفي حوار أجرته معه فرانس 24 أكد أنه سيتخلى عن السلطة. أنا كنت أريد أن أتخلى عن حكم اليمن في عام 2006، ولكن الظروف قاهرة وظروف استثنائية أجبرتني على الترشح. يعني ما الذي يتشبث بالسلطة أنا أعتقد أنه مجد. بعد تخلي صالح عن السلطة ليتسلمها عبد رب منصور هادي، دخل اليمن في أزمة عميقة أعقبتها سيطرة الحوثيين على صنعاء، بينما أطلقت المملكة العربية السعودية عاصفة الحزم التي تحولت إلى استعادة الأمل. في حوار متلفز دعا المملكة إلى وقف ضرباتها على بلادها. إذا نقدر لها تقدير عالي إذا أوقفت ضرباتها الجوية وساعدت على الحوار. الأزمة اليمنية شهدت تطورا غير مسبوق بعد أن تصاعد التوتر بين صالح والحوثيين على إثر وصفه لهم بالميليشيا. في نهاية شهر نوفمبر اندلعت اشتباكات مجددا بين فصائل الطرفين في صنعاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. مراقبون للشأن اليمني يرون أن نهاية صالح كتبت يوم 2 ديسمبر بعد أن دعا المملكة العربية السعودية إلى فتح صفحة جديدة شرط رفع الحصار المشدد على اليمن، الأمر الذي اعتبره الحوثيون انقلابا على الشراكة وطعنا في الظهر.